شكرا يعطيك العافيه، والله ما قصرت معنا يا كابتن. بعد انضمامي للكتيبه مع الكابتن محمود الخطيب. صور لرؤساء الأندية اللي مروا في تاريخ نادي الأهلي المصري إلى الكابتن محمود الخطيب. ابتداء 1907 من يوم ما تأسس نادي الأهلي، نادي القرن، نادي عظيم، نادي تاريخي والله. نادي الأهلي المصري تأسس عام 1907 ميلادي. 1907 شوف، لذلك سمي نادي القرن. نادي عظيم وكيان كبير جدا والله يا الربع. واللي لفت انتباهي ان النادي رياضي وثقافي واجتماعي. خلي كرة القدم، لا، النادي داخله تعرف شو، مدينة. شفنا ملاعب كرة قدم، سويمينج بول، بادل، تنس، كل ما هو متعلق بالرياضة وكل ما هو متعلق بالأشياء الثقافية والاجتماعية. مدرسة، نادي يدرس والله. وعلى فكرة نادي بيحترم جماهيره، نادي بيحترم رؤسائه اللي مروا على تاريخه، مسوين تمثال. يعني على سبيل المثال شوف هذه اللقطة اللي وراي، هذول الشهداء الله يرحمهم برحمته، شوف حاطين صورهم، لافتة جميلة ستظل ذكراكم في قلوبنا باقية. في أشخاص ما يظهروا في الإعلام اللي هم يرتبوا ملابس اللعيبة وتحضيراتهم قبل المباراة. براويكم شخصية مرت عليها أجيال نادي الأهلي المصري كلها، وجمهور الأهلي يعرفها. كابتن حارس زيك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. شرفت فيك أول حاجة، ولي الشرف إني بصور معاك. دولة الإمارات أشقاء طبعا بمصر، طبعا بنحب دولة الإمارات العربية. تحبها؟ لأن الدولة الشقيقة طبعا يعتبر واحد، مصر والإمارات واحد. الله ينور، صحيح. وأنا اللي شرفت فيك، ربنا والله يعطيك طولة العمر. من اللعيبة اللي مروا عليك؟ أصدمك بمعلومة يا عادل، الكابتن محمود الخطيب مروا على العم حارث. والله لك أن تتخيل؟ طبعا أنا عاصرت كابتن محمود الخطيب وهو لعيب، واشتغلت معاه اللي أنا عامل غرف الملابس طبعا 10 سنين. أنتوا أهم من اللعيبة. يسعدني ويشرفني والله، فخور جدا جدا إني واقف في هذا الكيان، صرح عظيم. وأحب أقول لكم لولا الله ثم أنتوا يا جماهير نادي الأهلي عادل ما وصل لهالمواصيل. واعتمدوني أنا في الكتيبة، الماتش الجاي أول الحاضرين، سمعونا حسكم إيه اللي قرأ عندكم. حبايبي والله.